بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أحبائي وأعزائي أصدقاء قناة كوكب الشرق، أهلا وسهلا بكم. النهاردة هنحكي حكاية وهنجيبها من الأول خالص وبالراحة، لأن القصة دي فيها تفاصيل كتيرة جدا ومليانة مفاجآت هتخليكم ماشيين معانا خطوة بخطوة. نبدأ مع بطلتنا نورة، واسمها الحقيقي علوية مصطفى محمد أدزي، من مواليد 18 نوفمبر سنة 1954، يعني من جيل السبعينات الجميل اللي كان مليان نجمات وأيقونات في السينما المصرية. نورة آه كانت مش بس جميلة الشكل، كانت كمان عندها حضور على الشاشة يخليها مميزة جدا وسط أي عدد من الممثلين. نورة بقى أصلها تركي، وهي أخت الفنانة بوسي اللي كلنا عارفين ومتعلقين بيها، والعيلة عندهم كانت بسيطة، بنتين وولد. نورة كانت من وهي صغيرة بتحب التمثيل، وتخيلوا ان اول ظهور ليها كان وهي طفلة صغيرة جدا سنة 1962 في فيلم وفاء للأبد. الفيلم ده كان بطولة نجوم تقال قوي زي مديحة يسري وعماد حمدي وعمر الحريري وسهير البابلي وغيرهم، وده كان مجرد بداية. بعدها شاركت في مسرحية اسمها لوكاندة الفردوس، وبعدين سنة 1985 65 عملت فيلم اسمه الاعتراف، ومن هنا بدأت رحلتها الطويلة مع الفن. في الأول كانت بتظهر على فترات متباعدة، لكن مع الوقت بدأت تاخد فرص أكبر وتعمل أعمال قوية جدا، لدرجة إنها على مدار مسيرتها كلها شاركت في ما لا يقل عن 87 عمل ما بين سينما وتلفزيون ومسرح. نورة اشتغلت مع كل النجوم تقريبا، مع عادل إمام في فيلم غاوي مشاكل، مع محمود عبد العزيز ومديحة كامل في فيلم ولكن شيئا ما يبقى سنة 1984، واللي جسدت فيه شخصية واحدة مشلولة، وده كان من الأدوار اللي أبرزت موهبتها بشكل كبير جدا. وكمان كان ليها مسلسلات زي 7 وجوه للحقيقة، نساء ضد القانون، المفسدون وغيرهم. لكن أشهر ثنائي فني كونته كان مع النجم الكبير نور الشريف. نورة ونور عملوا مع بعض أكتر من فيلم، كان بينهم كيمياء غريبة جدا على الشاشة، ومن أشهر الأفلام دي فيلم ضربة شمس سنة 1980، اللي بيعتبر من أهم الأفلام في السينما المصرية. وهنا بقى تيجي للمشهد اللي عمل ضجة كبيرة جدا جدا أياميها. في الفيلم ده كان في مشهد بوسة بين نورة ونور الشريف، والمشهد ده تحديدا أثار عاصفة وقتها. ليه بقى؟ لأن نورة مش بس ممثلة زميلة، دي أخت بوسي زوجة نور الشريف. يعني المشهد دون تحس انه تعدى حدود التمثيل. ناس كتير هاجموا الفيلم، والمشايخ حتى الازهر اتكلموا ضده. الناس شافوا ان مهما كان الفن تمثيل، لابد يكون في خطوط حمراء ما ينفعش تتعدى هذه الخطوط، وده خلى المشهد يفضل علامة استفهام لحد النهاردة. لكن نسيب الفن شوية ونروح لحياتها الشخصية. نورة اتجوزت أكتر من مرة، وكل جوازة ليها كانت قصة مليانة أحداث. أشهر زيجاتها كانت من الفنان حاتم ذو الفقار. القصة بدأت وهم بيصوروا فيلم عنتر شايل سيفه مع عادل إمام، بينهم حصلت شرارة حب كبيرة واتجوزوا فعلا. في الوقت ده كان حاتم نجم ساطع جدا، وهي كمان نجمة وفلوس وشهرة. لكن الجواز ما كملش. ليه؟ لأنها اكتشفت بعد كده وبعد فترة
قصيرة إنه مدمن مخدرات ومدمن خمرة، وحاولت بكل الطرق تعالجه. دخل مصحات وخرج لكن مفيش فايدة. فضلوا فترة في شد وجذب لحد ما قرروا إن هم ينفصلوا، وبعدها بفترة اتقبض عليه ودخل السجن. ولما خرج حياته ما مشيتش زي الأول. بعد حاتم نورة دخلت في قفص الحب مرة تانية، بس المرة دي مع رجل أعمال كبير جدا، هشام طلعت مصطفى. وكانت كان أصغر منها لكنه كان بيعشقها، وهي كمان حبته. الحب ده كان بكل كيانها. المشكلة بقى إن أبوه رفض العلاقة دي رفض قاطع، ووصل الموضوع إنه ضغط عليه لحد ما خلاه يطلقها بالعافية. حاول هشام يرجع ليها تاني، لكن نورة رفضت وقالت خلاص كفاية جواز ومشاكل. من ساعتها قررت إنها مش هتتجوز تاني. نيجي بقى للحظة المفصلية في حياتها. في أوائل التسعينات كانت قاعدة عند الفنانة عفاف شعيب وبيقروا قرآن مع بعض هما الاتنين. ولما وصلوا للآية وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، نورة اتأثرت جدا، قعدت تبكي بحرقة. ومن هنا أخذت قرارها النهائي للاعتزال وارتداء الحجاب. الكلام ده كان سنة 1992 أو 93، يعني وهي لسه في عز شبابها وجمالها. تخيلوا عندها حوالي 39 سنة في قمة المجد تقرر فجأة إن هي تبعد عن الأضواء وتسيب كل حاجة. من يومها نورة اختفت تماما، ما ظهرتش قدام الكاميرا ولا رجعت للفن. والظهور الوحيد ليها بعد الاعتزال كان في عزاء نور الشريف بعد وفاته، وده أكد للناس قد إيه العلاقة بينهم كانت قوية، مش بس على مستوى الشغل لكن كمان كصداقة وإنسانية. لكن حياتها بعد الاعتزال ما كانتش كلها هدوء. في 2013 حصل حادث غريب جدا. كانت مشغلة عندها خادمة جديدة، وفي يوم الخادمة دي عملت لها عصير وخدرتها. نورة صحيت من النوم لقت نفسها مسروقة اللابتوب والفلوس حوالي 10,000 جنيه والموبايلات، وراحت عملت محضر على طول. واتضح ان الخادمة دي مرتبطة بشاب بلطجي بيستغلها في سرقة البيوت، والموقف كان صعب جدا عليها. بعدها في 2018 تعبت صحيا واضطرت تسافر فرنسا تعمل جراحة دقيقة. أهلها ما وضحوش إيه طبيعة مرضها، لكن الناس لاحظت إنها خست بشكل كبير وبقت ضعيفة جدا. وفي وسط كل ده نورة فضلت ثابتة على قرارها مهما حصل. ما رجعتش للفن تاني وما حاولتش تستغل شهرتها القديمة، بالعكس فضلت تعيش في هدوء بعيدة عن الأضواء. أما عن مشهدها مع نور الشريف فهو فضل علامة في تاريخها، مشهد قصير لكن عمل جدل وعمره ما هينتهي. ناس بتشوفه مجرد تمثيل وناس تانية بتشوفه تجاوز للحدود. لكن في النهاية نورة بنفسها بعد الاعتزال حاولت تمسح أي أثر للأفلام دي من حياتها، لكن زي ما بنقول اللي اتعرض خلاص صعب يتشال. دي كانت قصة نورة وقصة المشهد. شكرا لحضراتكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله. تحياتي.